السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة نضال الوطن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فضلا وليس أمرا قم بنشر هذه الرسالة في كل مكان، وإذا ما كنت مشترك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. القرارات اللي صدرت اليوم من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي كامل إدريس بنقل العاصمة إلى الخرطوم من العاصمة الإدارية بورسودان إلى العاصمة القومية الخرطوم، والقرار ده جاء وافقوا عليه وتم تحديد زمن الانتقال. والقرار ده أهميته لتعمير العاصمة القومية الخرطوم، وهو حقيقة يعني قرار مبشر وقرار جميل جدا جدا، لأنه بنقل العاصمة من بورسودان إلى الخرطوم بيساعد كتير جدا جدا في تعمير العاصمة. زي ما نحن عارفين يعني ما في أي مكان بيتعمر من غير ناس، والحكومة الآن طالما هي موجودة في بورسودان الخرطوم ما هتتعمر، ولكن بقرار نقل العاصمة وإرجاعها إلى العاصمة القومية الخرطوم ده قرار جدا جدا مفيد. سيد رئيس الوزراء وجه في خطاب قبل يومين أو أمس توجيهات بنقل الحكومة من العاصمة الإدارية بورسودان. تحية لأهل الشرق، استضافونا استقبلونا وسندونا، وحترجع إلى العاصمة القومية. خطوة ممتازة جدا. أنا عندي ملاحظ في صياغة الخبر ده، لأنه هو مفروض يعني بالحاجات اللي بيحتويها يكون ترند وبشائر في توقيت إنه العالم يهتز، الشعب السوداني يلقى بوادر الإعمار والأمان والانطلاق. فأنا يعني ابتهجت واستبشرت خير بالخبر. والخبر بيقول: رئيس الوزراء يقرر الانتقال التدريجي إلى العاصمة القومية كخطوة استراتيجية نحو تعزيز الحوكمة والتنمية المتوازنة. أعلن رئيس الوزراء الانتقال الدكتور كامل إدريس اليوم بدء عملية الانتقال التدريجي للوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة القومية، وذلك وفق جدول زمني مدروس يراعي الجوانب الإدارية والفنية والبشرية، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، إلى جانب دعم خطط إعادة تأهيل البنى التحتية للعاصمة. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الرؤى القومية لتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المتوازنة، انسجاما مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تفعيل دور العاصمة القومية كمركز إداري متكامل وتخفيف الضغط الإداري والخدمي عن مدينة بورسودان العاصمة الإدارية. أول حاجة إحنا نحيي السيد رئيس الوزراء في التوقيت الناس الحاسة فيه بيتوهان وإنها دار ترجع، ابتدر الحاجة دي وبتطمنا للوضع اللي بيحصل في الكوكب. لكن صياغة الخبر هي يعني من فحوى الكلام ده كله انت هتعرف انه رئيس الوزراء وجه بتأهيل وإعادة المنشآت. ما وضحوا علينا في شنو المنشآت اللي هتؤهل. في زول قاعد في مصر عنده كهرباء ومويه، ولده في المدرسة الثانوية، وبنته دار تخش الجامعة، هو ما ذكروا علينا. هل الجامعات من ضمن المنشآت دي عشان الناس ترجع؟ زول في السعودية، زول في قطر، في الإمارات، في الكويت داير منشأة يشتغل فيها، هل المستشفيات من ضمنها؟ فالتفصيل والتحديد كان مهم جدا، وكان حيكون الخبر أكثر وقعا وتطمينا للناس. هنا بيظهر دور المحررين واللي هو بيتفادوا الصلاحيات، وإنه إحنا والله لو قلنا كده حيكون دخلنا في كده. إحنا قرارات السيد رئيس الوزراء دارنا مختصرة واضحة مباشرة. وجه رئيس الوزراء بإعادة فتح وتأهيل مطار الخرطوم، وجه رئيس الوزراء بإعادة فتح وتأهيل المطارات في جميع السودان، وجه رئيس الوزراء بإعادة وتأهيل جامعة الخرطوم، جامعة السودان، أم درمان الإسلامية، وجميع الجامعات في الولايات. وأي زول عنده اعتراض على قرار رئيس الوزراء أو بيقول إنه هو خصص العاصمة، نقول له انت حتتك وين؟ عطبرة، بكره يطلعوا لك توجيه لعطبرة. عشان احنا الان في الصراع برا، الناس حتفقد وظائفها، في وضع اقتصادي حيكون سيء، في زول حيدفع ثمن الحرب العبثية دي، العبثية الجد، في زول حيدفع ثمنها. الحيدفع ثمنها ده احنا عندنا ما لا يقل عن 10 مليون مغترب سوداني دارين نوفق لهم اوضاعهم. انا داير اطمنهم والمعارك شغاله. سيد رئيس الوزراء الليله وجه بانه اعاده الجاليه السودانيه في ايران تامينا ونقلا
اطمئنانا عليهم وجه قبل شوية أصدر قرار بتوجيه للجهات المعنية، الطيران، السفارة السودانية، الخارجية، ودي خطوة احنا بنا كبيرة جدا انه هو متفاعل مع كل الأحداث الآن وموجود في المشهد. عندنا ناس في منطقة المعركة دي ومداها في العراق، الناس القريبة، عندنا ناس في سوريا، عندنا ناس في الأردن، عندنا ناس بعد ذاك في السعودية، في الإمارات نفسها، في قطر. فإحنا دايرين نطمن الناس ديل، داير نشتغل الآن. إحنا كنا بنشتغل على راحتنا في توفير الخدمات، على راحتنا في توفير المؤسسات، على راحتنا. القرار اللي أصدره، التوجيه اللي أصدره السيد رئيس الوزراء في بيان واحد، ده إحنا كشارع ما بنتقبله بالحفاوة الدارينها. كنا دارين توجيه رئيس الوزراء بفتح المطار. الناس حيقول لي في ترتيبات أمنية، في تجهيزات. الجهات اللي حتستقبل توجيهات رئيس الوزراء دي أوامر، خليها هي براد تتطاقش في بعض. ناس الطيران المدني على وزارة الدفاع، هو رئيس الوزراء قال افتحوا المطار، خلاص الموضوع انتهى. ما شغلتنا بعد ذاك التخصصات. السيد رئيس الوزراء قال افتحوا المطار. إذا كانت صلاحيات الطيران المدني تابعة لمجلس السيادة أو رئيس مجلس السيادة أو وزارة الدفاع، الأرض اللي قاعد فيها المطار دي تابعة صلاحياتها لرئيس الوزراء، تطالع فيها وتخط عليهم واضحة وتوجهها للخرطوم، لأنه برضه من ضمن صلاحياته المطار ده. إذا الوضع الاقتصادي، أنا بتكلم عن تبعات الحرب اقتصاديا، خليني من الحرب الأسية دي. تبعات اقتصاديا حيدفعوا ثمنها الدول دي، حيدفعوا ثمنها، وأول زول حيضحوا به الأجنبي القاعد ده. وإذا كانوا بيدوك مرتب حاسبين عدد أسرتك وأولادك وتذاكر في آخر السنة وحوافز، حيقول لك تشتغل نفس الحاجة دي وحنأجر لك من فيلا، حنأجر لك شقة، ومدارس لأولادك ما عندنا، وترحيل ما عندنا، وإعاشة ما عندنا، وحيدوك 30% من مرتبك. وحسي في ال6 شهور حتشوفوا الكلام ده. الكلام ده أنا ما بقوله نبوءة ولا داير الناس تتفاعل معه كنبوءة. أنا داير الناس تشوفه كمشكلة ونضع له حل. لا قدر الله بكرة الصباح قالوا لكم يا أخي مستغنين من خدماتكم، الحلول قدامكم شنو؟ تفضلوا. حجة السلام عليكم يا أخي، مش شاركيني في الأفكار حجة، عشان إحنا معانا يعني دار نشاور كده كأسرة، معانا رئيس وزراء، معانا رئيس مجلس سيادة، معانا شعب، معانا جيش، دارين نتفاكر مع بعض في الحاجة اللي حتحصل لنا دي. جيبي لي ورقة وقلم عليك الله حجة واكتبي لي مشاكل السودان شنو. تفضلوا. مشاكل الحسي قدامنا شنو يا اخواننا؟ سريع كده، احنا فاهمين الحاصل، ما تضيعوا زمنكم وتضيعوا زمني. 1 2 3 اكتب لي 5 6 مشاكل كده، يلا رتبوها لي. تفضل.